ما تيجوا النهاردة نعمل شوية بسكوت كده لسقسقة الشاي من غير بيض. هنعمل بسكوت هنحاول نخليه اقتصادي، هنعمله من غير بيض وهنعمله بالزبدة او بالسمنة المتوفر عندك هنستخدمه. يلا بقى ما تنسينيش في اللايك، وهستنى كومنت منك ورأيك على وصفة النهاردة. ولو لسه ما دوستيش على السبسكرايب او الاشتراك ما تنسيش تدوسي على الاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. بجد لايكاتكم وكومنتاتكم بتفرق معايا، فما تحرمونيش بقى باللايك والكومنت حلو منكم كده عشان بتبسطوني وبتشجعوني قوي. يلا بينا بقى نشوف مقادير البسكوت بتاع النهارده ده عملناه ازاي. في البداية كده معايا كوباية من المادة الدهنية، أنا حاطة نصها زبدة ونصها زيت. عايزة تستخدمي نص سمنة ونص زيت تمام، عايزة تستخدميها كلها زبدة وده أحلى نتيجة تاخديها مفيش مشكلة وهتبقى حلوة قوي. عايزة تستخدميها كلها سمنة برضو مفيش مشكلة، بس مش هينفع تستخدمي زيت بس، هيبقى ناشف قوي ومقرمز زيادة عن اللزوم. فلازم يا نعمل ميكس يا إما نستخدم سمنة بس أو زبدة بس. ومعايا كوباية من السكر ده انا طحناه في البيت ونخلاه. لازم لو السكر هتطحنيه في البيت لازم تنخليه عشان ساعات بيبقى فيه مكتل كده وبيبقى فيه حبيبات سكر ما اتطحنتش معايا، فلازم تنخليه. بعد كده بقى بالمضرب الكهرباء عايزاكي تضربي لي الخليط ده حلو قوي لحد ما لونه يفتح كده ويبقى عامل شبه الكريمه. احنا مش هنستخدم بيض، بس هشاشه البسكوت بقى هاخده من ضرب السكر مع الزبده والزيت حلو قوي. ده اللي هيديني الهشاشة والحلاوة كده بتاعة البيض لما بنحطه في البسكوت. تمام. اهم حاجة بقى الزبدة او السمنة اللي هتستخدميهم يبقوا بدرجة حرارة الغرفة، يعني طلعيهم كده من قبل ما تستخدميهم بحبة عشان لما تيجي تضربيهم بسهولة. وطبعا لو انتي ما عندكيش المضرب الكهرباء وعايزة تستخدمي المضرب اليدوي مفيش مشكلة استخدميه، بس هو هياخد منك وقت ومجهود شوية. بعد بقى ما ضربتهم حلو قوي والقوام افتح معايا كده هنزل بربع كوباية من اللبن، واللبن ده برضو بدرجة حرارة الغرفة، مش سخن ولا دافي ولا أي حاجة، بدرجة حرارة الغرفة. هحط ربع كوباية من اللبن وهرجع ان انا اضرب الخليط ده كويس قوي لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها. مكوناتنا النهارده سهله وبسيطه وموجوده في البيت، يعني بعد ما تشوفي الفيديو ده قومي اعمليه وهستنى ترجعي تقولي لي رايك فيه ايه. بعد كده خلاص خلصنا المواد السايلة بتاعتنا، تعالوا بقى نخش المواد الجافة. معايا هنا 3 كوبايات ونص من الدقيق نخليهم كويس قوي. هحط عليهم معلقتين كبار من النشا، وهحط عليها كمان معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وهحط باكو فانيليا. ما عندكيش الفانيليا البودر وعندك السايلة حطي مع البيض ومع قصدي مع الزبدة او السمنة والسكر الفانيليا السايلة. هقلب كل ده مع بعض وبعد كده هنزل بقى الدقيق على الخليط بتاعي بتاع الزبدة والسكر. هقلب بقى بطراطيف صوابعي، البسكوت مش بيتعجن، مجرد ان انا بس الدقيق يختفي معايا وكله يمتزج مع بعضه. بطراطيف صوابعك كده بتقلبي بالراحة على قد ما تقدري. البسكوت لو اتعجن هيعضم معاكي وهينشف ومش هيبقى حلو خالص. فاحنا مجرد بس ان احنا الدقيق يتلم يعني الدنيا كده تتلم والدقيق يختفي تماما. اول ما الدقيق بتاعي بيختفي خلاص بوقف وكده تمام. البسكوت بتاعي النهارده هنعمله بكيس الحلواني، فالعجينه بتاعتي لازم تبقى ملزقه، لازم يبقى فيها سن تلزيق. بسكوت المكنه قوامه بيختلف عن بسكوت كيس الحلواني، عشان ينزل معايا من الكيس بسهوله لازم يبقى فيه سنه كده بسيطه من التلزيق. تمام كده العجينة بتاعتي خلصت خلاص وكله تمام. تعالوا بقى نجيب القمع اللي احنا هنشكل بيه. انا مستخدمة القمع العادي التقليدي خالص بتاع البسكوت اهو اللي انتوا شايفينه ده. روحي قولي للراجل عايزة القمع او البلبلة بتاعت البسكوت المشط، هيديها لك على طول. هي بيبقى شكلها كده. حطيت العجينة بقى بتاعتي في الكيس، بصوا العجينة بتنزل، العجينة بجد بتنزل من الكيس بكل سهولة. العجينة حلوة قوي مظبوطة بالشعرة. امشي على المقادير اللي انا قلتلك عليها ده هتاخدي عجينة رهيبة بتنزل معاكي بالكيس، مش متعبة ولا اي حاجة، بتنزل من الكيس بسهولة تماما. هخلص بقى التشكيل البسكوت بتاعي في الصينية دي. انا مش دهنها اي حاجة، انا معتمدة على المادة الدهنية اللي موجودة في البسكوت. ما تدهنيش الصينية بتاعتك اي مادة دهنية خالص. اهم حاجة بس تسيبي مسافة ما بين كل بسكوتة وبسكوتة، لان البسكوت ده بيريح شوية عشان مفيش بيض، بس حاطله معلقة صغيرة من البيكنج باودر فهيريح شوية. فلازم تسيبي مسافة ما بين كل بسكوتة وبسكوتة. بعد ما بخلص بقى كده اي حتة من العجينة موجودة بشيلها عشان ما تتحرقش مني لما تدخل الفرن. وبالسكينة كده بساوي بقى حروف البسكوت ده عشان يبقى شكله كده متساوي كده وشكله مظبوط وحلو.
بُصّي، بتضبّطي كده بالسكينة بيتسوي معاكِ، بعد ما هاخلّص بقى أنا هنا كل صينية هاخلّصها هادخّلها على طول على الفرن. طَب التسوية إزاي عشان تاخدي لون حلو أوي؟ شغّلي الفرن يسخن حلو أوي، وبعد ما الفرن يسخن عشان تاخدي اللون اللي أنتِ شايفاه ده بعد السِوَى على 160 تشغّلي المروحة وتسيبيها على الشبكة اللي فوق. الصينية الأخيرة دي أنا محمّصاها زيادة عشان أنا باحب البسكوت متحمّص أوي بصراحة. بتحطيها على الشبكة أعلى شبكة عندِك في الفرن، حطيه على درجة حرارة 160 مش هيحتاج شواية، هياخد اللون من تحت ومن فوق زي ما أنتِ شايفة كده، درجة حرارة 160 الفرن يبقى سخن من قبليها، ما تدخّلوش على فرن بارد، لازم الفرن يبقى سخن. أنتِ ما عندكيش مروحة برضه حطيه فوق على أعلى في الشبكة على أعلى حاجة كده عندِك في الشبكة، وشغّلي الفرن عندِك على درجة حرارة 160 هياخد اللون الحلو ده من الناحيتين، وسيبيه بقى ياخد وقته. أهم حاجة أول ما يطلع من الفرن حرّكيه من الصينية عشان ما يلزقش مكانه، يعني أول ما تطلّعيه حرّكي الصينية كده عشان لو ما يعني لزق مكانه هيتكسّر منِّك وأنتِ بتطلّعيه، فوهو سخن كده حرّكي الصينية وسيبيه لحد ما يبرد تمامًا وحطيه بقى في طبق كده فوق بعضه، بعد ما يكون برد هتاكلي أحلى بسكوت بجد، وصفة سهلة وبسيطة وإن شاء الله لو جرّبتيها هتعتمديها عندِك كمان لبسكوتات ونواعم العيد. أتمنى إن وصفة النهارده تكون عجبتِك.